مرحبا. نهضروا اليوم على المراية والتليفون، جوج د الحوايج اللي ولات عندهم واحد السلطة اليوم لا تتصور. كيوهموك بأنهم هما الواقع، وإلا ما انتبهتيش كيخليوك تنصرف على الواقع وتبني راسك واحد الواقع آخر كله غلط، ما تمشي حتى تدخل في الحيط معاه. المراية كتبين لك وجهك ولكن ما ننساوش بان على النوع د المرايه كي دايره والديكور ديالها والاتساع اللي فيها ياك، والضوء اللي راك فيه باش كتبان راسك في المرايه، لان الليل ماشي بحال النهار، والضوء احمر الصفر ماشي بحال الضوء ابيض، والزاويه منين كتوقف انت قدام هذيك المرايه. الا شفتي في المرايه انطلاقا من نرجسيتك وانانيتك غادي يبان لك انت هو المدير العام، وهذا غادي يوصلك للحماق اللي كيديروا شي وحدين ديال كيوليو كيتصوروا قدام المرايه ومع المرايه هما فرحانين بالمرايه وكتحس بهم بانهم مرفوعين لا وجود لهم في الواقع. التليفون من غير المكالمات والايميلات، يعني من غير الخدمه والمعقول والصيانه العلاقات والحفاظ عليها ومصداقيتها، يمكن يخليك مدمن عليه. وهذا الادمان كيخليك عاوتاني تولي العالم ديال التليفون عندك هو الحقيقي، لدرجه انه قبل ما تنعسوا بمجرد كتفيقوا في ماكلتك وفي خدمتك وفي اجتماعاتك وداكشي ديما يديك على القرص مع التليفون. وهذا كيتسرك وتيخليك يدخلك الوهم ديال انك راك كتعرف كل شيء، وكتولي كتهضر باليقين، وكتولي كتدخل في جميع التخصصات وكتحلل وكتحكم احكام مطلقه، فين انك في الواقع والله ما كتعرف شي حاجه، لان التليفون هو بحال سوق عكاظ، 99% طالح 1% فالح. واش عمر التليفون دفاك تمشي تحل شي كتاب تقلب على الحقائق العلميه ديال بصح؟